يا مساء أو صباح الفل عليكي. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفاصوليا البيضة الناشفة بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم ولا أروع. أكلة اقتصادية ومشبعة ومحبوبة عند الكل. هقولك على طريقة تخلي الفاصوليا البيضة طرية وطعمها يجنن. أكلة الزمن الجميل الفاصوليا البيضة بطعم ولا أروع. هقولك على كل التفاصيل وكل التركات، بس أهم حاجة تابعي معايا الفيديو للآخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. يلا نشوف. وعملنا كمان ملوخية خضراء. الملوخية الخضراء نزلت طعمها حلو جدا جدا. هي لسه ما فيهاش ورق، يعني من نص كيلو ما بيرميش، بس طعمها حلو جدا. عملت كمان لحمة مشوحة هقولك عليها، طعمها بيبقى تحفة جدا، والولاد ما بقوش عندي ياكلوا اللحمة غير مشوحة. يلا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة ده 400 جرام من الفاصوليا البيضة، جبتها غسلتها كويس جدا وهنقعها في مية سخنة بتغلي. وانا بحب دايما انقع البقوليات ساعتين 3 قبل الاكل. هسيبها بقى اركنها تتنقع ساعتين 3 على حسب الوقت اللي عندك. انا كنت حاطه ميه بتغلي على النار عشان اسلق اللحمه. هنزل بنص كميه اللحمه لان النص التاني انا هعملها مشوحه. هنزل بقى بنص كميه اللحمه، ولازم الميه تكون بتغلي. التوابل بتاعتي كام فص حبهان على واحده فلفل اسود. هنزل كمان بورقتين لورا، مكعب مرق الدجاج، وعارفه ان الناس ما بتحبوش استبعديه خالص، انا بجيبه خضار مش اي حاجه تانية. وهنزل كمان ببصلايه، شويه حبهان ورق لورا بودره، وانا بحب احطهم حب وبحب احطهم بودره، وشويه جنزبيل، والجنزبيل بيفرق جدا جدا في السلق، ما بيخليش اي زفره خالص، وشويه فلفل اسود. وهسيبها لما تغلي، هشيل الريم من على وشها واغطيها واوطي عليها النار لحد ما تستوي معايا ساعه ونص ساعتين على حسب نوع اللحمه بتاعتك. اللحمه المشوحه حله تانية على النار، حط معلقه سمنه بلدي كده حلوه كبيره، وهنزل بنص كميه اللحمه التانية. ما تقلبيش اللحمه اول ما تحطيها، ولازم النار تكون عاليه علشان اللحمه ما تنزلش العصاره بتاعتها وتبقى ناشفه لما تيجي تجليها. لازم النار تكون عاليه، ولازم الحله تكون سخنه قوي. حطيتها، هفضل بقى اقلب فيها واشوح فيها، بس هديها رشه فلفل اسود الاول لحد ما تاخد اللون الذهبي. ما بتاخدش معاكي وقت خالص، استنيكي بس شوحيها على نار عالية وهي لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي، وانا هقولك اللون المظبوط ليها. في الوقت ده انا حاطه برضو ميه بتغلي، علشان برضو لازم انزل عليها بميه سخنه بتغلي. هقلبها، وكل شويه هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون، تبقى كلها بني كده وتتحمر معايا وتبقى زي الفل. هنزل عليها برضو بالتوابل بتاعتي، حبه ملح وفلفل بس براحتك، هتطلع برضو معاكي تحفه جدا. انا كل اللي بحطه عليها مكعب مرق الدجاج، رشه فلفل اسود، رشه حبهان ورق لورا بودره، ورشه جنزبيل. بس مش اكتر، ما بحطش اكتر من كده. حابه بس تحطي الملح والفلفل الاسود برضو هتطلع معاكي تحفه جدا. ده حبان ورق لورا بودرة، وشوية الجنزبيل، والمكعب المرقة الدجاج والفلفل الاسود. هقلب برضو مع بعض التوابل كده مع اللحمة، وهنزل عليها بمية سخنة بتغلي، وما تغرقهاش مية بقى، يا دوبك بس تغطيها. طعم اللحمة دي بيبقى حلو جدا جدا جدا. بس كده هقلبها بقى برضو تقليبه كده كويسه، هزودها بس شويه ميه كمان. واول ما تغلي خالص معايا وتدخن، ههدي عليها النار خالص برضو واسيبها لحد ما تستوي تماما. الفاصوليا البيضاء اخدتها برضو، انا بحب انقعها واديها غلوه قبل ما اطبخها، احسن وافيد ليكي. بس اخدتها برضو غلوه كده على النار، بس الفاصوليا البيضاء ما بتستحملش غلوه واحده بس، سيبيها تغلي غلوه واحده بس. خديها على ميه ساقعه، على مصفى على الحوض على ميه ساقعه، وسيبيها بقى لحد ما نجهز لها الصلصه بتاعتها. ده فص توم على بصلايه وسط، ضربتهم مش فص يعني، كام فص توم على بصلايه وسط، حطيتهم في معلقه سمنه بلدي كده ومكعب زبده، هحمرهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي زي ما كاننا بنطبخ اي طبخه عاديه. هقلبهم مع بعض. هنزل بقى بشويه الصلصه، ودي صلصه انا كنت مخزناها. هنزل بحته كده، وما تقليش الصلصه في البقوليات، الصلصه يستحب ان هي تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله. هقلب بقى، وهحط لها عشان اظبط اللون بتاعها معلقه صلصه من اللي هي الجاهزه، معلقه صغيره من الصلصه الجاهزه عشان اخلي لونها احمر كده، ويبقى لون الطبيخ بتاعي احمر وحلو.
هنزل بقى بالبابريكا، شوية بابريكا، شوية كمون صغيرين، رشة كمون صغيرة، وفلفل اسود. يبقى كمون وبابريكا وفلفل اسود ومعلقة صلصة من الجاهزة، وهقلبهم وهغطيها لحد ما تتسبك معايا تماما. اول ما اتسبكت بقى نزلت بالفاصوليا بتاعتي، وانا بحب برضو اشوح الخضار مع الصلصة قبل ما احط له الشوربة، فانا هشوحها وهغطيها كمان واسيبها 10 دقايق كده مع بعض، وكل شوية هقلب فيها علشان الخضار يشرب معايا من طعم الصلصة بتاعتي. دي كانت الملوخية، جبتها خرطتها، غسلتها كويس وخرطتها وركنتها. وانا بحب اعمل الملوخية بالماجي، حطيت مكعب ونص مرق الدجاج، ونزلت كمان بشوية فلفل اسود وشوية كام فص توم نيين كده صغيرين، حطيت عليهم النار تغلي عقبال ما اشوح في الفاصوليا كمان تشويحتين. شوحتها تقريبا 10 دقايق، كل شويه اقلب عليها كده لحد ما حسيت ان هي تمام وشربت من الصلصه. هنزل بقى بكميه الشوربه بتاعتي، وهحط كمان اللحمه وهقلبها. طبعا صفي الشوربه علشان اي حاجه الشوربه تبقى رايقه بتاعتك كده وحلوه، ما يبقاش فيها بصل بقى وحاجات من دي. نزلت بشويه ميه كمان صغيرين، هديها تقلبتين وهنزل باللحمه بتاعتي. شويه ملح، انزل بكميه اللحمه عقبال ما الشوربه بتاعه الملوخيه تغلي. في الوقت ده انا عملت شويه رز، وانا ما صورتوش معاكم لان انا عملته وصورته معاكم كذا مره. هقلب بقى، احط لها بس شويه كزبره ناشفه، وانا بحب برضو احط الكزبره الناشفه على البقوليات عامه. وحطيت كمان شويه فلفل اسود كمان. هديها تقليبه واغطي بقى واسيبهم يغلوا مع بعض كده على نار هاديه براحتهم خالص. ده كان كام فص توم كده دقيتهم علشان الملوخيه، طشه الملوخيه. هحط معلقه سمنه بلدي ومكعب زبده، وهي بتبقى حلوه جدا بالسمنه البلدي. قول لي متاح عندك اعمليه. حطيت كمان مكعب زبده صفراء، وهنزل بقى بكم معلقه كزبره ناشفه، وهي بتبقى حلوه جدا بالكزبره الناشفه، وانا بحب اكتر فيها الكزبره الناشفه. ورشه فلفل اسود صغيره. بس كده تمام، الشوربه كانت غليت معايا. هنزل بقى بكميه الملوخيه. الملوخيه ده كان نص كيلو بس ما رماش خالص، لان الملوخيه لسه ما حلوتش وتقلت كده. كان النص كيلو بيملى الدنيا، دلوقتي لا، لسه رفيعه خالص. يا دوبك النص كيلو بيعمل كام طبق بس. هقلبها بقى كويس، وانا بحب افكها من بعضها بالمضرب اليدوي. هقلبها كده وافكها كويس من بعضها، واول ما تتفك معايا وهتبتدي تغلي بشيلها من على النار وبحط الطشه. انا بعمل طشه الملوخيه خلاص وانا هغرف، بحب اخلصها كده ونغرفها وناكل على طول. يعني في الوقت ده احنا خلاص هنغرف وناكل، عشان تتاكل سخنه كده، وبتبقى حاجه تانية لما بتعمليها وتاكليها على طول، اما تسيبيها بقى وتسخنيها وترجعي تاكلي فيها. قلبتها وخلاص، خلصنا الاكل بتاعنا خلاص وغرفنا الاكل. كان طعمها تحفة جدا. جربي الطريقة دي، جربي الملوخية بالماجي. انا بجيب ماجي خضار، مش بجيب ماجي لحمة ولا فراخ، بيبقى طعمها حلو جدا وبتفرق في الاكل كمان. اللحمة كانت استوت، كانت بصي دايبة كده دوب. سيبيها بقى براحتها خالص. الصوص اللي نازل منها ده العيال بتحبه جدا جدا، وبتحب تاكله كده تاكل بيه في الاكل كده وفي الرز. ويقولوا لنا بحط لهم بقى الباقي في طبق كده، يعني ما تخلوش كتير ماي ماي قوي، بعمل زي صوص الديمي جلاس. شايفين الفاصوليا برضو كانت تحفه جدا، وخلي صلصتها خفيفه كده وحلوه. عملت رز حبه وحبه، ودي كانت الملوخيه معايا برضو، كان طعمها حلو جدا جدا. وكانت وحشانه كده، بقالنا كتير ما كلناش ملوخيه. جربي الوصفات بتاعتي ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.